بسم الله الرحمن الرحيم. مصر العظمى، مصر القوية، مصر التي تمتلك رؤية استراتيجية وفقا لمعطيات الأمن القومي المصري والعربي. مصر تتحرك خلال ساعات قليلة من وقوع الأزمة الكارثية في درنا في ليبيا. خالص العزاء للضحايا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين، وقلوبنا مع الشعب الليبي العربي الشقيق ومع شعب المغرب الشقيق. مصر تحركت تحرك الكبار. القوات المسلحة المصرية أعطيت القرار السياسي والأمر السياسي، تحركت كاشفة أن القوات المسلحة عندما تدير أزمة تديرها وفق استراتيجية معينة، وفق أسلوب علمي لإدارة الأزمة. صدرت الأوامر من القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية بتحرك الأسطول الشمالي المصري نحو الحدود البحرية الليبية نصرة واستغاثة للشعب الليبي. تحركت حاملة الطائرات المصرية أنور السادات لتكون أكبر مستشفى ميداني متنقل في الشرق الأوسط. أصدرت التعليمات إلى قيادة المنطقة الغربية العسكرية، فدخل الجيش المصري بمعداته لإدارة الأزمة تلبية لنداء العروبة ونداء الجيش الليبي الوطني. تحركت حاملة الطائرات التي تحولت إلى كما قلنا إلى مستشفى ميداني بسعة 20 غرفة للعمليات و70 سرير للمصابين. تحرك سلاح المهندسين العسكريين المصريين. وهنا يبقى السؤال الأهم: كيف هذا الانتشار السريع بحرا وبرا وجوا من المنطقة الغربية العسكرية والوحدات المعاونة للقوات المسلحة المصرية؟ هكذا هو جيش مصر وعظمة مصر. عندما تتخذ القرار السياسي تلبي القيادة العامة للقوات المسلحة القرار وفق معطيات الأمن القومي العربي والمصري. أصبحت مصر لها اليد العليا لإدارة أي أزمة في الشرق الأوسط، ابتداء من أزمة الزلزال في سوريا، وأيضا دخول الجيش المصري في طرطوس وبعض المدن السورية، وأيضا وصولا إلى أزمة ليبيا وكارثة ليبيا، ووصول وانتشار القوات المسلحة بتفاصيلها في درنا. خلال ساعات انتشرت القوات المسلحة المصرية، وأصبحت ليبيا وبعض المناطق المنكوبة في ليبيا موجودة تحت الإغاثة المصرية. وهذا ليس من مصر على ليبيا، ولكن هو واجب يدفعه العروبة ويدفعه مع معطيات الأمن القومي المصري والعربي. كل التحية لرجال القوات المسلحة ولقرارها السياسي والقرار العسكري. منذ أيام طالعنا المرشح المحتمل، أو هكذا يطلق على نفسه، ما يسمى بأحمد طنطاوي. لم يجد شيئا يلفت به الأنظار، لم يجد شيئا يلفت به الأنظار إلا ما يسمى بمصالحة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. ما عندوش حاجة يقولها أكتر من كده. طيب، هل يجرؤ أحد في أسبانيا إن كان يطلق مصالحة مع منظمة إيتا قبل حلها في 2021؟ هل كان يتجرأ أحد
في بريطانيا أعرق ديمقراطيات العالم إن هو يجيب سيرة الجيش الأيرلندي؟ هل كان يتجرأ أحد في تركيا أن يتعامل مع حزب العمل الكردستاني؟ تركيا من ضمن أسباب دخولها وضرباتها العسكرية في الأراضي السورية هو إعلان مكافحة الإرهاب ومطاردة فلول حزب العمل الكردستاني. هل يمكن أن تطلق أي شيء عن النازيين في ألمانيا؟ هل يمكن أن تطلق كلمة عن معاداة السامية لليهود؟ لماذا أحمد طنطاوي أطلق جماعة الإخوان المسلمين رغم أنها مصنفة كجماعة إرهابية؟ سؤال. لا، ما عندوش حاجة يقولها، هو ما عندوش حاجة يقولها. هل كان يتمنى أحمد طنطاوي أن تظل في مصر حكومتين؟ أنت شايف حميدته امبارح بيعلن أن هو هيسيطر على الخرطوم، والبرهان هيعلن أن هو مش عارف هيسيطر فين، وأصبح لنا حكومتين. سوريا فيها الجيش الوطني السوري والجيش الحر. ماذا كان يريد طنطاوي؟ هل كان يريد أن تظل مصر بها حكومتين؟ حكومة في القاهرة وحكومة في المنفى، فيتفاوض الاتحاد الأوروبي مع من يشاء من جماعة الإخوان المسلمين ويطلب مساومات ونقعد ونصطلح ونقسم ونعمل؟ هذا ما كان يريده طنطاوي لكي يريد أي مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين. احنا في خناق عشان نصطلح مع بعض. ما ارتكبته جماعة الإخوان المسلمين في حق الدولة المصرية وجب عليه المعاقبة قانونا، وكل من تلوثت يده بدماء العسكرية المصرية ودماء الشرطة الوطنية المصرية ودماء المصريين لابد أن يعاقب. مصالحتي احنا قاعدين لما نتخانق على القهوة؟ اعتقد أنه المرشح الكائن الافتراضي أحمد طنطاوي فقد مصداقيته وأصبح يتحدث بخطاب شعبوي بدون ما يحدثنا عن أي أفكار تاني. المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، يا سلام، احنا كنا متخاصمين يعني كان في حتة أرض ما نقسمها؟ ما حدث من جماعة الإخوان المسلمين في مصر إبان حكم المعزول مرسي إلى الآن خيانة لله والوطن والدين قولا واحدا. ولو راح أعرق الديمقراطيات هناك ما كان يتجرأ أن يلفظ اسم جماعة محظورة إرهابيا، محظورة بقوة القانون والدستور. كل التحية والإجلال والتقدير لرجال القوات المسلحة، وسقط طنطاوي بمطالبته بالمصالحة مع جماعة إرهابية خارجة عن الشرعية الدستورية والقانونية. حمى الله مصر، حمى الله الجيش، والسلام عليكم ورحمة الله.